وللأسف مش هو الوحيد اللي قرر يدخل البيت في اليوم ده. في نفس اللحظة كان في ندى، صحفية شاطرة، وصلت قدام البيت بعربيتها، لكنها مش جاية لأي سبب. هي جاية تلقط كام صورة للبيت عشان تعمل عليهم مقالة. كانت بتحقق في سلسلة حوادث غامضة حصلت في المنطقة دي من سنين كتير، بس كل أدلة الحوادث بتقول إن هي بسبب البيت. هي مش خايفة، بس الموضوع بالنسبة لها غريب شوية، لكن لو عملت المقالة دي هتبقى من أكتر الناس نجاحا في المجال بشكل كبير. محدش قدر يعمل مقالة بالقوة دي. وكان في كمان واحد اسمه سيد على الطرف التاني من الطريق، سواق عربية نقل، حاسس بقلق غريب وهو معدي من جنب البيت. حاول يشيل عينه من عليه، لكنه حس برعشة في جسمه كده، كأن في حاجة بتراقبه من جوه البيت. ده غير لما شاف ان في نور بسيط حوالين البيت، وفجأة النور الضعيف او البسيط ده دخل جوه البيت. فضوله كان موديه، هو هيخسر ايه يعني؟ خصوصا انه متعود على انه يسمع قصص عفاريت وجن ومش بيخاف. علم الماورائيات بالنسبة له مش فارق معاه في حاجة، مش ده اللي شاغل دماغه يعني. هيحصل ايه يعني؟ ولا اي حاجة. واللي خلاه كمان يدخل للبيت انه لقى عربية بعيدة شوية مركونة على جنب الطريق، ده بيأكد له ان اكيد في حاجة جوه.